شلون فكرة بسيطة ممكن تغير خدمات حكومية وتسهل حياتنا؟ وشلون تتحول أفكار موظفين حكوميين إلى واقع يخدم كل بيت في البحرين؟ فلما يصير الابتكار مرتبط بالإنقاذ تصير القصة إنسانية أكثر. درجة الإسعاف الطبي المستجيب الأول خلت الوصول للحالات الطارئة أسرع. فوز، شلون ساهمت فكرتك في الاستجابة السريعة وإنقاذ الأرواح؟ فكرة دراجة الإسعاف الطبية ولله الحمد حققت نتائج إيجابية على أرض الواقع من خلال عدة جوانب، منها صغر حجمها مقارنة بسيارة الإسعاف يساعدها على الاختراق والمرونة أثناء الازدحام المروري أو أثناء التجمعات، وبالتالي سرعة وصولها إلى الموقع وأيضا سرعة التدخل الإسعافي، وبالتالي يكون لديها سرعة في التشخيص والسرعة في العلاج. الله لا يقول أخوي خالد إذا صار عندنا ديزاستر أو شيء، يعني عندنا صار أكثر من مصاب، دراجة الإسعاف الطبي المستجيب الأول تقدر أنها توصل قبل سيارة الإسعاف إلى الموقع، وبالتالي تفرز المصابين من الأعلى خطورة إلى الأقل خطورة. وإحنا كمسعفين عندنا الوقت جوهري، الثواني والدقائق الأولى عامل حاسب بين إنقاذ الأرواح وبين تفاقم المخاطر. فايز، اليوم شنو شعورك وأنت تشوف فكرتك مطبقة على أرض الواقع؟ طبعاً ولله الحمد شعور ما يوصف صراحة. لما كانت فكرتي عبارة عن ورق وصور وكتابات وتحولت إلى واقع ملموس تساهم في إنقاذ الأرواح، هالشيء منحني الفخر وعطاني حافز للتطوير وللاستمرارية، لأن فكرتي مو مجرد فكرة شخصية بل أصبحت مبادرة وطنية تساهم في إنقاذ الأرواح. نقيب حسين، لو تخبرنا أكثر عن هدف خدمة المستجيب الأول وشلون ساهمت الدراجات النارية في تسريع الوصول للحالات الطارئة؟ بعد المشاركة الإيجابية لخدمة المستجيب الأول في مسابقة الابتكار الحكومي فكرة، والتي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بدأت الفكرة تنتقل من مرحلة العرض إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، ومع توجيهات ودعم من فريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية، قدرنا ندشن الخدمة الفعلية ونبدأ في تشغيلها كأحد الحلول السريعة للوصول للحالات الطارئة، خصوصاً في الأماكن التي تصعب في الوصول على سيارات الإسعاف الوصول لها بسهولة بسبب الازدحامات أو ضيق في الشوارع. طبعاً هالخدمة تعتمد على إرسال الدراجة النارية فور ما يوصل البلاغ على الخط الطوارئ 999 غرفة عمليات الرئيسية للحالة التي تحتاج تدخل سريع، وهنا تبدأ التعامل مع الحالة مباشرة لغاية ما توصل سيارة الإسعاف وإذا ما احتجنا نقل المريض. نقيب حسين، تخبرنا أكثر عن الفريق اللي قاعد يشغل هذه الخدمة. الفريق اللي يشغل الخدمة مدرب بشكل خاص على قيادة الدراجة النارية والتعامل السريع مع حالات الطارئ مثل توقف القلب والنبض والحريق، وهذا يساعدنا في تقليل وقت الوصول وتحسين جودة الاستجابة السريعة. أحمد، تخبرنا شلون تقدم اليوم دراجة المستجيب الأول في تقديم الإسعافات الأولية رغم صعوبة الوصول ووجود بعض الازدحامات في بعض الأوقات؟ الدراجة النارية المستخدمة في المستجيب الأول تتيح لنا التعامل مع الحالات الإسعافية في أول ثانية من الوصول. فكرة أنها تستخدم كوحدة إسعافية سريعة قادرة على المرور في الازدحامات المرورية بسرعة والدخول إلى أماكن ضيقة. أحمد، تخبرنا أكثر شنو نظام اليوم دراجة المستجيب الأول؟ مجهزة الدراجة النارية بأسطوانة أكسجين، كذلك جهاز شافت، بالإضافة إلى جهاز مزيل الرجفان بالصدمة الكهربائية AED، وحقيبة إسعافات متقدمة برعاية مجرى تنفسي، كذلك لحالات النزيف وحالات الحروق، كذلك يوجد مثبتات للكسور وكذلك مثبتات للرقبة، بالإضافة إلى أجهزة شاملة لقياس العلامات الحيوية. فارق السرعة لتصنعها الدراجة النارية بين الدقيقة والدقيقة الأخرى تنقذ حياة إنسان أحيانا. أول شيء يتم اختيار 40 فكرة من بين المقترحات المقدمة للتأهل إلى مرحلة التصفيات ما قبل النهائية، وبعدها يتم اختيار 12 فكرة من هال40 من قبل لجنة مختصة تضم مسؤولين من مختلف الجهات، وبعدها تعرض العروض النهائية للأفكار ال12 أمام لجنة تضم عدد من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء، وبيتم اختيار فكرتين من قبل لجنة التحكيم، بالإضافة إلى فكرة ثالثة يتم اختيارها من خلال تصويت الجمهور، ومن بعدها يتم تكريم الفائزين بالمسابقة وعرض الفكرة أمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمام اللجنة التنسيقية، وتتحول فكرتك من اقتراح على الورق إلى مشروع حكومي على أرض الواقع. في زمن السرعة الوقت صار أغلى من أي شيء، وفي البحرين
طوابير الانتظار اختفت وتحولت إلى ضغطة واحدة. تطبيق النظام الوطني للمواعيد يجمع جميع الجهات الحكومية المختلفة ويخليك تحجز موعدك قبل لا توصل للمركز وبكل سهولة. عادل، شنو شعورك واليوم أنت تشوف فكرتك مطبقة على أرض الواقع؟ طبعا هو شعور جميل أن أنت تشوف الفكرة تحولت إلى يعني واقع لها أثر في المجتمع والناس مستفيدة منها. طبعا واللي أجمل منه أن تعرف أن فكرتك في لها أذان صاغية وفي يعني جهة أو مبادرة تتبناها وتطبقها وتحولها لواقع. سهلت علينا وايد عاجل فكرة النظام الوطني للمواعيد، يعني اختصرت علينا جهد ووقت، حتى الموعد قدرنا نلغيه وإحنا في مكاننا. وهي هاي الهدف أن أنت تقدر تحجز موعد، تلغي الموعد، تغير الموعد، تعطي تقييمك حتى حق الخدمة يعني. مسابقة فكرة مو مجرد منافسة، هي استثمار في العقول الوطنية وتشجيع للإبداع داخل الوزارة. عادل، شنو يعطيك الفكرة؟ هل مريت بموقف أو تجربة معينة خلتك تفكر بس بهذه الفكرة؟ والله الفكرة يعني بدأت في 2018-2017. كنت مع مدير إدارة القرآن الشيخ عبد الله العمري، وكنا نفكر في نظام حق مواعيد حق المسابقات القرآنية. فكنا نقول خلنا نشتري، لا خلنا نطور شيء داخلي. عقب نقول ليش يعني ما في نظام في الحكومة انزين حق كل الجهات الحكومية تستفيد منه، لأن الفكرة ذي فكرة بسيطة وكل الجهات الحكومية تحتاجها. فليش ما يكون في نظام كذي يعني موحد حق الكل ومجرد كل جهة تستفيد منه؟ وتمت الفكرة في بالي لما طلعت مسابقة فكرة. حلو. قلت هذه وقتها، خل أقدم على المسابقة والله ييسر. وتوقعت أن تفوز في المسابقة؟ والله كنت مؤمن يعني أن الفكرة ذي فكرة تستاهل أن هي تطلع وتشوف الواقع. واليوم تعرف أن أكثر من 18 جهة حكومية قاعد تستخدم التطبيق؟ والله ما شاء الله الحمد لله، يعني شيء وايد زين. ونتمنى أن كل الجهات الحكومية تستفيد منها. يعني تطبيق بسيط وفي كل الناس ويسهل عليهم حياتهم. عادل، عقب ما فزتوا بالمسابقة عرفتوا الفكرة أمام لجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وبحضور الوزراء، شنو شعورك في هذه اللحظة؟ شعور ما يوصف. يعني أن أنا بعرض فكرتي في اللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد، وبعرضها على ولي العهد وسعادة الوزراء. يعني هذه لحظة بالنسبة لي لحظة فخر، لحظة تشريف. سمو ولي العهد أعجبت الفكرة ومباشرة يعني آمر ووجه اللجنة أو الجهة المعنية أن هي تنفذها. هذه يعني قمة السعادة، شيء ما تقدر تتخيله. بعض الأفكار تغير طريقة حياتنا بالكامل، مثل فكرة هويتي، تطبيق رقمي يجمع كل الوثائق مثل البطاقة الذكية والجواز وحتى الليسن في مكان واحد، وسهل الوصول للخدمات الحكومية بخطوات جدا بسيطة. هالفكرة جات عقب فكرة هويتي من قبل الأخ محمد عبد الرحيم الأنصاري والسيد أحمد حميد أحمد. أخي محمد، لو تقول لي شلون جاتك الفكرة؟ طبعا في البداية حابين إن احنا نشارك في مسابقة فكرة بحكم عملنا في مؤسسة خدماتية، فيات الفكرة بشكل شامل تخدم جميع فئات المجتمع، بالإضافة للقطاع الحكومي والقطاع الخاص. تطبيق هويتي كان هذه الفكرة منه أنه يخدم جميع هذه الفئات. يمكن التغيير اللي صار في الاسم أنه في البداية أنتم قدمتوه باسم تطبيق هويتي وصار اليوم تطبيق حكومتي اللي هو مايجراف. بالضبط، صحيح. محمد، توقعتوا بتفوزون لما شاركتوا في مسابقة فكرة؟ الأكيد كان عندنا ثقة في فكرتنا أن هي بتوصل مراحل متقدمة. واليوم شو تقول محمد حق الشباب اللي يترددون في المشاركة في مسابقة فكرة؟ أصحاب القرار هم اللي بيناقشون الفكرة، بالإضافة حق متابعة ومناقشة من سمو ولي العهد رئيس الوزراء بخصوص الفكرة. وهذا الشيء أخي محمد قاعد يجرني حق نقطة ثانية. لما قدمت العرض قدام مع أصحاب المعالي والسعادة الوزراء، شنو كان شعورك؟ شنو شعور رهبة، شعور حلو أنك تتناقش اليوم بفكرتك قدام عدد كبير من المسؤولين؟ طبعا هو يعتبر إنجاز وفخر في نفس الوقت. طبعا هذا يعتبر بصمة دائمة في حياتي. في رهبة طال عمرك، ولكن شعور الفوز يغطي على كل شيء. الإبداع اليوم صار جزء من عمل القطاع الحكومي، والموظف اليوم مو مجرد منفذ المهام، صار صانع حلول يشارك ويبتكر ويقود التغيير بروح
صغير البحرين. أخوي محمد، اليوم مو قلنا نشيل البوك ويانا، كل مستنداتنا وكل بطريقنا موجودة في تطبيق حكومتي. شو رأيك محمد لما طبقت الفكرة على أرض الواقع؟ شنو شعورك؟ نفس ما خبرتك، شعور بالفخر، اهتزاز. طبعا الواحد يبي يسوي أي بصمة يخدم فيها مملكة البحرين، وهو صراحة هذه الفكرة والمسابقة هي فرصة لك علشان تخدم مملكتنا الغالية. حلو في الفكرة محمد إن الفكرة كانت مجرد فكرة على ورق واليوم تنفذت على أرض الواقع. هذا الشيء يساعد الكل إن اليوم ما يتهاون في أي فكرة ويطبقها من خلال المشاركة في مسابقة فكرة. اي نعم، أنا أحث صراحة جميع الشباب أنهم يشاركون في مسابقة فكرة، صراحة فرصة ذهبية ما تعوض. اليوم تقدر تقدم فكرتك من خلال الرابط الظاهر لك على الشاشة، لأن الإبداع في البحرين ما له أي حدود، وكل فكرة هي بداية لتنفيذ قصة نجاح جديدة. والحين عرفت شلون؟